من أراد أن يتعرف على عقيدة أهل السنة والجماعة إجمالا فعليه أن يحفظ 3 قواعد تجمع له مذهب أهل السنة كله بحذافيره من أوله إلى آخره. اضبط أيها المسلم هذه القواعد ال3 وسوف تجد فيها خيرا عظيما. القاعدة الأولى: أهل السنة والجماعة لا يأخذون معتقداتهم إلا من الكتاب والسنة، فليس هناك عقيدة يقررها أهل السنة والجماعة إلا ويقف وراءها براهين الكتاب والسنة. وهذه كتب أهل السنة بين أيدينا، لا نجد شيئا من الاعتقادات إلا ويقال فيه قال لقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم. هي القاعدة الثانية: لا نفهم أدلة الكتاب والسنة إلا على فهم سلف الأمة من الصحابة أو والتابعين. فإذا لا حق لأحد أن يفهم أدلة الاعتقاد كتابا وسنة هكذا كيفما اتفق، أو على موروثات أبائه وأسلافه، أو على وفق القواعد المنطقية الفلسفية المناقضة للمعقول والمناهضة للمنقول، لا. وإنما الفهم في أدلة الاعتقاد توقيفي. هل يكفي هذان الأصلان؟ الجواب لا، لا بد أيضا أن تقرنها بالقاعدة الكلية الثالثة، وهي حجب العقل عن التوغل فيما وراء الغيبيات. لا يجوز لك أن تسمح لعقلك أن يتخوض فيما وراء الغيب، ما اختص الله عز وجل بعلمه من الغيبيات العلويات أو السفليات. اعقد اتفاقا وصفقة مع عقلك أنك أيها العقل لا تتخوض فيها، إياك يا عقلي أن تتخوض فيها، إذ والله ما تخوض رجل بعقله في غيب إلا ضل، بل إن من أعظم أسباب ضلال من ضل هو أنهم أرادوا بعقولهم أن يستكشفوا ما أخفاه الله عز وجل عنها. ومن المعلوم أن الله لما خلق العقل جعل له حدودا وطاقات، لا يزال تفكير العقل سليما ما دام داخل حدوده وطاقاته، لكن متى ما أخرجه العبد عن ذلك فإنه لن يرجع إلا بالخيبة والخسارة والحيرة والضلال والبوار والهلاك.